السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض عصير التمر هندي المركز في البيت، وبلفة واحدة هترمي معاكي كمية كبيرة قوي. يلا ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. اول حاجة هنبتدي بيها تجهيز البولة، وده كده معايا لفة من التمر هندي وزنها 400 جرام. بدأت كده أقطعها وأحطها كده في البولة، وعلشان التمر هندي يطلع معاكي كويس هتلاقي في السوق أنواع غالية ورخيصة، فحاولي كده تجيبي لفة يكون النوع بتاعها كويس علشان ترمي معاكي كمية كبيرة ويكون الطعم بتاعه مركز. على قد قبضة إيدي حطيت عناب أو كركديه، وده بالنسبة لي خطوة اختيارية، يعني ممكن تستكفي بالتمر هندي بس وما تحطيش العناب. نزلت عليه بكوبايتين من السكر، هسيبه منقوع حوالي 3 ساعات، ممكن تنقعيه من بالليل وتجهزيه تاني يوم الصبح. بصوا شايفين بعد ال3 ساعات لقيت كده اللون بقى غامق معايا وبقى مركز اكتر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ كده افركه كده بايديا، هلاقيه بقى طري معايا، وهلاقي كمان البذراية سابت التمر هندي. هاجيب بقى كده الحلة وانزل فيها بكمية التمر هندي والعناب اللي انا حطيته، وهبدأ بقى كده اضيف عليه المية، وهبدأ كده أفركه بإيديا كويس جدا لحد كده ما تلاقوا البهاريز بتاعة التمر هندي كلها بقت في المية، يعني البذراية كده بقت تسيب التمر هندي. بصوا يعني زي ما انتوا شايفين، كل ما باجي بفرك كل ما بيزيد التركيز بتاع التمر هندي. بصوا شايفين اللون بتاعه عامل ازاي. انا جايبه نوع كويس قوي، انا بصراحه مش بغيره من السنه للسنه، هو نفس النوع اللي بشتريه. هو بيكون غالي شويه بس بيرمي معايا كميه حلوه قوي. يلا بقى كده نرفع الحلة بتاعتنا على البوتاجاز، يعني ما بين كده كل فترة والتانية بلاقي كده ريم على الوش وهو بيغلي، فبشيل الريم من على الوش. بدي كده تقلبتين تلاتة وبغطيه، يعني أول كده ما بيغلي بهدي عليه النار وبسيبه كده ياخد بقى كده ويدي مع بعضه، وبهدي عليه النار وبسيبه لحد ما التركيز بتاعه ينزل كله. وهتشوفوا بقى كده القوام بتاعه بعد ما بارد عامل ازاي. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي. يعني هو ده كده بقى التمر هندي المركز، هو خلاص كده يعني خلص معايا. بدأت كده أنزل طبعا بالسكر، وبدأت كده أخففه بالمية. طبعا انت بتدوقيه وبتشوفي التركيز بتاعه، انت عايزاه كده تقيل، انت عايزاه خفيف، فطبعا دي حاجة انت اللي بتقدري تتحكمي فيها. جبت برضو كده البولة وجبت كده مصفى، وبدأت كده أنزل فيها بالتمر هندي بتاعي. ممكن تستخدمي شاشة، بس احنا طبعا ايه بنسهل على نفسنا الموضوع شوية. فجبت كده بقى المصفى اللي هي السلك، وتكون الاخرام بتاعتها تكون ضيقة. ببدأ كده أنزل بالتمر هندي وبفركه كده برضو بإيديا أو بالمعلقة، يعني زي ما تحبوا. طبعا دي كده التركيز بتاع التمر هندي، ادعكوا كويس بالمعلقة أو بإيديكوا ونزلوا التركيز بتاع التمر هندي في قلب المية، خففوه على قد ما انتوا عايزين. ادي كده كمان بفرك بايديا. بصوا شايفين بقى عامل معايا زي العجينه. العجينه دي هي بقى كده البهاريس كمان بتاعه التمر هندي. ابداوا برضو كده انزلوا عليه بشويه ميه وادعكوا كده وهو في قلب المصفى لحد ما تلاقوا البذر بقى كده لوحده وعمل معايا كده بقى التفل، وهنرميه. ده كده ما شاء الله اللهم بارك، يعني اللفة الواحدة عملت معايا حوالي 10 لتر. نزلت عليها بأسانس مية ورد، دي بتجيبيها من عند العطار. في أسانس تمر هندي لو انت حابة تضيفيه ضيفيه، لكن أنا استكفيت بأسانس مية الورد. عايزة نقولك بيقلب التمر هندي في حتة تانية خالص، وبيخلي الطعم بتاعه في منتهى الجمال. عايزة نقولك ممكن يزيد عن 10 لتر أو ممكن يقل على حسب نوع التمر هندي اللي انت بتشتريه. علشان كده انا باكد عليكم وبركز قوي في نقطة النوع بتاع التمر هندي. هي شوية خطوات انت بتمشي عليها، ونوع كويس للتمر هندي انت بتشتريه، فهيرمي معاكي كمية كويسة. جهزت بقى كده الكوبايات والكاسات وشوية كده مكعبات من التلج، وحطيت برضو كده في ازايز. ممكن تعبوه برضو في اكياس وتشيلوه في الفريزر على قد الاستخدام، كل يوم كده يعني تطلعوا كيس.
وتجهزوه ساعة الفطار بيبقى طعمه في منتهى الجمال. ده كده برضو اهو حطيت برضو مكعبات التلج، وادي الازايز كده برضو قدامكم. وان شاء الله حبايب قلبي تجربوا التمر هندي، هو سهل جدا وحاجة انت عاملاها في البيت ومضمونة. وزي ما بقول لكم في كل فيديوهاتي، حاجة البيت بتكون انضف واحسن كتير من حاجة بره. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسونيش بقى كده في دعوة حلوة من قلوبكم، ولايك للفيديو واشتراك في القناة، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.